مساء الفل عليكم، انا ليزا وهعمل معاكم وصفة دبس الرمان اللي بيتميز بالمزازة والحلاوة في نفس الوقت. ما بنعرفش نقاومه فعلا. نقدر نستخدمه في تتبيلات المشاوي، فراخ، لحمة، نعمل سجق بدبس الرمان زي اللي بناكله في تسوي اند صودا، بيبقى تحفة جدا. نجيب الرمان ونفصصه وبعد كده نخلطه في الخلاط من غير ميه بالشكل ده. خلطيه كويس جدا عشان تعرفي تصفيه. هاتي مصفى وحطي عليها شاشة وصفي الرمان وارفعي الحلة على النار، واول ما يغلي معاكي اعملي نص توطية وابدأي ان انت تشيلي الريمة اللي موجودة من فوق دي. ضروري جدا ان احنا نشيلها. وكل نص ساعة حركيه علشان ما يلزقش من تحت. ممكن ياخد معاكي ساعتين 3 على حسب الكمية اللي انت عاملاها. الكمية دي حوالي 4 كيلو، عملت معايا تقريبا يعني ربع كيلو دبس رمان بالظبط. بس طبعا احنا بنستخدم منه في الوصفة معلقة او معلقتين بالكتير، لانه بيبقى تقيل وكل ما يقعد بيتقل معاكي شوية، لان ده دبس الرمان الاصلي. ابدأي اعملي الاختبار عشان تعرفي استوى ولا لا. خدي معلقة من دبس الرمان واعملي خط فاصل، لو الخط جمع يبقى ما استواش، لو ما جمعش يبقى استوى. الف هنا وصحة على قلوبك يا رب، وباي باي.